إننا اليوم قد هجرنا كتاب الله جل وعلا واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وتأملوا على سبيل المثال في كثير من الناس ممن ابتلي بالهواتف الجوالة وبرامجها كم يبقى معها من الساعات الطوال الذي لا يصرف عشرها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يا أمة الإسلام نرجو زوال همومنا وغمومنا وأحزاننا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة كلها. واعلموا رحمكم الله أن التأثر بالقرآن مشروط بشروطه، لأن كثير من الناس يقول إني أقرأ القرآن الساعات الطوال ومع ذلك لا يزال الهم ولا يزال الغم ولم يذهب عني الحزن. فلماذا وقع لي هذا الخلل فيك يا عبد الله؟ لأن التأثر بالقرآن مشروط بشروط قال الله جل وعلا في بيانها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد حين قراءتك للقرآن أو سماعه يا عبد الله من سمع مصغ وقلب حاضر حتى تنتفع بكلام ربك سبحانه وتعالى. أما إذا انشغل قلبك عن القرآن وعن مراد الله جل وعلا منه، فاللسان يدور مع الألفاظ والقلب يدور في الآفاق، فإنك أبدا يا عبد الله لا تتأثر بكلام ربك سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أراد أن ينتفع بالقرآن فليجمع قلبه عند تلاوته وسماعه، فليجمع قلبه عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. وهذا والله يا عباد الله أمر عظيم لو استشعرناه. فهل استشعرنا حين نقرأ كتاب ربنا أو نسمعه يتلى أن الله جل وعلا يخاطبنا بالقرآن؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لو استشعرنا ذلك وأيقنا ذلك حق الإيقان لنفعنا الله جل وعلا بكلامه سبحانه وتعالى. أما إننا أيها المسلمون إذا لم نعتني بالقرآن ولم ننتفع بالقرآن فلا نفعنا الله بشيء بعده، ولا ذهبت همومنا وغمومنا وأحزاننا، لأن الله جل وعلا يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه القرآن، كما قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: